الرسالة دي بقى بوجهها للأبهات. انت يا اللي ما بتربيش عيالك، وانت يا اللي بتربيهم غلط، وانت يا اللي مغرق عيالك فلوس وسايبهم يعملوا اللي هم عايزينه بداعي الحرية من شرب كده وسهر ومسخرة. انت مش بس بتبوظ عيالك، انت حر يا سيدي، ان شاء الله تولع فيهم. بس انت كده بتصعب قوي 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 مهمة الاهالي المحترمة اللي عايزة تربي عيالها صح، بالاصول وبالاخلاق وبالمعروف وبالمحبة وبالتدين المعتدل. لانك كده بكل بساطة بتخلق نموذج بيقارن الشباب نفسهم بيه. وبقت الجملة اللي البانة في بق كل شاب دلوقتي: ما كله بيعمل كده، هي جت عليا انا يعني؟ يعني ايه بنتك تقولك انا بايته بره النهارده؟ والنبي ما تقوليش انا واثق في بنتي. ما كلنا واثقين في بناتنا، بس حضرتك واثق في الاخرين اللي هم معاها وتربيتهم لاولادهم وبناتهم عامله ازاي؟ والنبي يا جماعه تعالوا شويه في تربيه اولادكم، ربنا هيحاسبكم على الوديعه اللي اداها لكم. وارحمونا بقى من القرف اللي احنا بنشوفه والمناقشات اللي ما بتنتهيش مع عيالنا ان ده غلط، لحد ما عيالنا بقوا شايفين ان احنا راجعين ومقفلين ومعقدين وخانقينهم كده بزياده. الحريه مش بالشكل ده، الحريه مش بالشكل ده. فاتقوا ربنا كده في ولادكم وعلموهم صح. السلام عليكم.